صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار الحجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الحجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا لا حياة إلا بالإسلام ولا إسلام إلا بالجهاد ولا جهاد إلا بالدعوة ولا دعوة إلا بالمقدمة وخير المقدمة يعني بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحكيم الجواد الكريم العزيز الرحيم الذي خلق الإنسان بأحسن تقويم فترى السماوات والأرض بقدرته وتدبر الأمور بحكمته وخلق الجن والإنسان إلا للعبادة والصلاة على محمد سيد المرسلين وعلى آله الأبرار أجمعين وصلي وسلم وعظمي إلى يوم الدين إخواني في الله أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون وها قد جاءنا شهر رمضان شهر الخير والبركة وتزكى النفوس وتترسخ المحبة والإخاء لماذا اخترنا هذا الموضوع؟ إن الإسلام دين الرحمة والإخاء فقد جعل الله شهر رمضان فرصة لتجديد المحبة وتعميق الأخوة بين المسلمين وفي زماننا كثير من الناس يفرقهم الحقد والحسد ويبعدون عن معنى الإخاء الصحيح فكيف نعيد هذه القيامة في ظل رمضان؟ قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون سورة الحجرات الآية 10 يبين الله في هذه الآية أن جميع المؤمنين أخوة في الدين وإذا حدث خلاف بينهم فعليهم أن يصلحوا بين أنفسهم بالتسامح والترافق قال الإمام الغزالي إن أفضل الناس من صان نفسه عن الغل والحسد وعاش مع إخوانه بقلب تقي ونفس صافية إخواني الأحبة في واقعنا اليوم نرى أن الحقد والحسد والنزاع قد فرق بين المسلمين وهذا ينافي معنى الإخاء في الإسلام فما الحل؟ تزكية النفس بالصيام والصلاة والدعاء التسامح والعفو عن المسيء إحياء السنن النبوية في حسن الخلق والتواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا رواه مسلم إخواني في الله نجعل رمضان فرصة لنجدد المحبة ونوطد الأخوة فالمجتمع القوي يبني مجد الإسلام والقلب الصافي هو مفتاح النجاح في الدنيا والآخرة إخواتي في الله يا أهل الوداد في رمضان نجدد كل العبادة الصوم والذكر وحسن الأخلاق هي مفتاح النجاح وسر السعادة أخير الكلام فإن أصبت فمن الله
وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.